ورحمة الله خواتاتي، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد ان شاء الله. اليوم عندنا وصفه، عندنا حلويات بارده بالشوكولاته. ايوا في المقادير البنات، عندنا الشوكولاط الابيض، عندنا الشوكولاط الاسود، عندنا بسكوي، عندنا اللوز، عندنا كاوكاو، وعندنا فواكه مجففه، عندنا المشمش والاناناس والكيوي. المهم على حسب اللي متوفر عندكم البنات. الا كان حتى الزبيب راه غادي تستعملوه. المهم هادو غير الحلويات البارده كما قلت لكم بالشوكولاته. المهم الوصفه سهله واي وحده يمكن ديرها في دارها. المهم هنا عندنا الشوكولاط الابيض اللي ذوبناه، زدنا ليه البسكوي عادي البنات غير ديال 5 دراهم. غتستعملوا غير 3 المعالق ولا 4 المعالق في نصف كيلو ديال الشوكولاط كما كتشوفوا هنايا. المهم ديروا شويه بشويه تشوفوا الكثافه اللي بغيتو. حنا تقريبا درنا 3 المعالق كبار بومبي، يعني 3 المعالق عامرين. ايوا كما كتشوفوا هنا عندنا ليمون ديال السيليكون، ياك كنديروا شويه ديال الفواكه المجففه كما كتشوفوا. عاد نخويو عليها الشكلاط ان شاء الله، ومن بعد كندخلوها للثلاجه. راه ساهله، ها هي البنات. المهم كتجي حلوه زوينه وما زعما ما فيهاش التكلفه بزاف، وكتجي يا سلام شكلا ومذاقا. زعما كتجي زوينه، خصوصا هاد الشوكولاته ملي كتضيفوا ليه داك البسكوي، خصوصا الا كان شي بسكوي زعما بحال ليطوس، بحال شي بسكوي من النوعيه جيده، راه كيجي زوين. ايوا المهم راه فيديو واضح. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعجبكم الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تطبقوها في ديوركم، خصوصا العيد قرب ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد للجميع ان شاء الله. ايوا كما كتشوفوا هنايا كنحاول ما امكن نعمروا دوك الحفيرات. هذا خصوصا هاد الليمون ديال السيليكون البنات راه ضروري يكونوا عندكم. ايوا هنا عندنا كاوكاو درناه يتحمر، حيت غنستعملوه في الشوكولاته السوداء. غنديروها بالمذاق ديال الكاوكاو. ها هو شرناه وطحناه، دوزنا غير في الهاشوار. ايوا كنزيدو عاوتاني على الشوكولاط الاسود. الشوكولاط البنات غير من نوعيه كاع عادي، ماشي زعما شي شوكولاط غاليه ولا شي حاجه، شوكولاط عاديه. درنا تقريبا 3 المعالق ديال الكاوكاو محمر. ها هي المعلقه الرابعه. المهم عينكم ميزانكم، عاوتاني ما يجيش ثقيل ويكون معجن، غير شويه وخلاص، غير شويه وصافي، باش عاوتاني دوك الحفيرات يكونوا عامرين بالشوكولاته ان شاء الله والفواكه المجففه. هذا ديال الشوكولاط درنا اللوز، الانصاص ديال اللوز هكا، ودرنا معاه الاناناس حيت شاطلينا في هذيك الاولانيه درناها في هذه ديال الشوكولاط، حيت الاناناس لونه صفر كيجي مع الشوكولاط لونه اسود، كيجي مذاق مختلف والديكور مختلف. المهم كما كتشوفوا هنايا عاوتاني درنا العسل مع الجليكوز مع داك اللوز اللي شاطلينا. هذا كتزين البنات، هذه تزينوا باي حاجه، غتزينوا بها الكنافه، غادي تزينوا بها دوك الشوكولاتات نيت. حنا زينا بهم الكنافه وزينا بهم هذا الشوكولاط كما كتشوفوا. المهم كتخلطوا بشويه داك اللوز البنات راه محمر. الكركاع لا، الكركاع ما حمرناهش، غير زوزناه في هذا العسل والجليكوز، حيت المهم كيجي مجموع هكا وزوين، وفيه ديك القرمشه ديال اللوز محمر والكركاع، كيجي مذاق مختلف. ممكن نزوقوا به الفوق ديال الشوكولاط كما كتشوفوا هنايا. ايوا نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم البنات، ونتمنى ان شاء الله تطبقوا هذه الوصفه، راه ساهله كما قلت لكم، ما فيهاش قوه التكاليف وقوه البروتوكول، عاديه ولكن كتجي زوينه شكلا ومذاقا. كما شفتوها في الاول ديال الفيديو راه كاينه الورقه ديال الوصفه، راه كاينه تما في الاول، واخا صغيره شويه. المهم غديروا ستوب الفيديو من بعد تشوفوها. ايوا هنايا البنات كنزوقوهم دابا، هذا على شكل مربعات كنزوقوا، حيت في الوسط يقدر ديروا غير كراميل الا عندكم، غادي تزوقوا فيه بها الوسط غير كراميل ولا وريقات ديال الورد. المهم اللي كان عندكم غادي تزوقوا به عادي، ماشي شي حاجه عاوتاني، ولكن المهم فيديو نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وهنا عاوتاني درنا الحامض، طريفات ديال الحامض معسلين، وفي الحامض المعسل البنات راه ان شاء الله غنلوح لكم الفيديو ديال الحامض المعسل. ايوا المهم هنا كنزوقوهم. الفيديو ان شاء الله راه قريب يكمل، وعيد مبارك سعيد للجميع.
نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله. سلامة.